في سنة 2008 وتحديدا يوم 28 يوليو في دبي بالإمارات العربية المتحدة. ازاي فتحت الفنانة المشهورة سوزان تميم شقتها وكان معروف عنها الخوف والقلق طول الوقت، بالرغم انها كانت عارفة ان كان في تهديدات سابقة ليها قبل القتل بأيام بسيطة، وده اللي قاله الناس المقربة ليها في الوقت ده. فتعالوا بينا نشوف ايه الحكاية بالظبط علشان نكشف ليكم مسرح الجريمة في قتل الفنانة سوزان تميم لمعلومات تعرض لأول مرة. في الوقت ده دخل القاتل لسوزان تميم من جراج البرج اللي كانت عايشة فيه، وكان معاه كيس بلاستيك لونه اسود وكان مرسوم عليه علامة تجارية معروفة جدا، وفي ايده التانية ورقة بيضة، وده اللي صورته كاميرات المراقبة في الوقت ده. في الوقت ده دخل القاتل وهو متوجه لشقة سوزان تميم وسأل الأمن عن شقتها علشان يتأكد، وفعلا طلع القاتل في اتجاه اليمين ناحية الأسانسير علشان يطلع لسوزان تميم، وفعلا ضرب الجرس على سوزان تميم في الغرفة اللي كان رقمها 2204. في الوقت ده وهو بيرن الجرس عليها طلع الظرف اللي كان في ايديه قدام العين السحرية علشان يثبت لها ان هو مندوب من الشركة العقارية اللي اشترت منها الشقة آخر مرة واللي عايشة فيها حاليا، وده علشان تطمن في الوقت ده ان هي تفتح له الباب عادي جدا. واول لما فتحت سوزان تميم باب شقتها وجه ليها ضربة عنيفة جدا ناحية أنفها علشان تفقد الوعي سوزان تميم في الوقت ده ويغمى عليها، وده اللي أثبته بعد كده الطب الجنائي نتيجة الكدمات القوية اللي لقيوها على شفايفها في الوقت ده. وانهارت سوزان تميم ووقعت على الأرض وحاولت إن هي تدافع عن نفسها بكل الطرق، لكن للأسف السكينة كانت أقوى منها بعد محاولاتها الفاشلة، وفعلا أنهى حياتها الجاني ب 22 طعنة متفرقة في أنحاء جسمها، ومنهم 12 طعنة خصيصا في منطقة الرقبة، وده اللي أثبته الطب الشرعي بعد كده. ودخل بعدها الجاني علشان يغسل السكينة ويخفي آثار الدم اللي موجودة عليها وياخدها معاه، وساعتها جاب ملاية لونها أبيض وبدأ يغطي في سوزان تميم بكل الطرق ويجمع ملايات مختلفة من البيت علشان يغطيها أكتر، وده بعد ما سقطت على الأرض مرمية وغرقانة في دمها. ومن هنا بدأ القاتل يمسح كل الآثار الدم اللي كانت موجودة على الأرض علشان يخفي جريمته البشعة ويغير كل الهدوم واللي قامت بيها الجريمة وياخدها معاه في الكيس البلاستيك اللي كان طالع بيه للعمارة أول مرة من الجراج. في الوقت ده لقيت الشرطة آثار بصمات لرجلين القاتل واللي نسي بقع الدم مرمية على الأرض وداس عليها ببصمات رجله، وهي دي كانت الخيط الأساسي اللي عرفت تثبت بيه الشرطة مين القاتل. بعد كده نزل القاتل على السلم عادي جدا وجمع كل ملابسه اللي مثل بيها الجريمة وحطها في الصندوق المخصص لخرطوم الحرائق اللي موجود في العمارة، وبعد كده نزل في الأسانسير عادي جدا وخرج من البوابة الرئيسية كأنه واحد من زوار العمارة ومحدش عارف أي حاجة. الكلام ده حصل ببرج الرمال بمنطقة مارينا بدبي، وبعد كده تم تشييع جثمان سوزان تميم بجامع الخشفجية بلبنان محل إقامتها وموالدها. واللي ما تعرفوش عن سوزان تميم إن هي مطربة لبنانية مشهورة جدا وكانت بداية شهرتها في مصر واتجوزت 3 مرات قبل كده. بعد كده التحريات كشفت إن الجاني كان اسمه محسن السكري وإنه كان بيشتغل ضابط أمن مدني في الفنادق المشهورة اللي موجودة في دبي في الوقت ده، واعترف ساعتها إن هو خد مبلغ مالي كبير جدا علشان يقتل بيه سوزان تميم، وده بعد ما اعترف إنه اتقضى أكتر من 2 مليون دولار واللي خدهم من رجل الأعمال الشهير جدا واللي كلنا عارفينه هشام طلعت مصطفى، واللي رئيس مجلس إدارة مجموعات طلعت مصطفى العقارية في الوقت ده، واترفع عنه طبعا في الوقت ده الحصانة لأنه كان رئيس مجلس الشورى في مصر في الوقت اللي حصل فيه كل الكركبة دي. وبدأت التحريات تزيد يوم بعد يوم
علشان تكشف علاقة سوزان تميم بهشام طلعت مصطفى، وإن هو اللي تسبب في قتلها بالطريقة دي. وأخيرا وفي 6 فبراير وتحديدا سنة 2012 اتأمر بسجن هشام طلعت مصطفى لمدة 15 سنة مشدد. واتحكم برضو على الضابط محسن السكري بالسجن لمدة 25 سنة بتهمة القتل العمد للمغنية سوزان تميم. استنوني في الحكاية الجاية. كان معاكم خلود عادل، سلام.